حرب المهدي. انا حرب المهدي ابو العينين يا باشا. شكرا يا شويش سيد. يا حربي، هديت وعقلت وهتحكي لي على اللي حصل ليله اول امبارح ولا لسه عايز تتروق تاني؟ يا باشا، انا من ساعه ما خرجت من السجن وانا في حالي وماشي جنب الحيط. وخناقتك مع قبضايا ورجالته؟ يا باشا والله العظيم انا ما اتخانقت مع حد. انا كنت راجع امبارح في امانه الله، لا بيا ولا عليا. فجاه ولقيت الجدع اللي اسمه قبضايا ده اللي شغال عند المعلمه انشراح كان اللي في الضلمه هو ورجالته وغفلوني. قمت انا بقى قصرت الشر وهربت منهم وجريت ونطيت في عربيه الواد زين وبعدت عن الحته خالص. يا باشا ابقى انا غلطت في ايه؟ والاتنين اللي ضربتهم يالا هما اللي هجموا عليا بالسنج والمطاوي وكانوا عايزين يدشملوني خالص وانا يا دوبك كنت بدافع عن نفسي. يعني انت عايز تفهمني ان سبب الخناقه قبضايا ورجالته وانت بقى البريء الضحيه المظلوم؟ ها؟ سعادتك سالت وانا حكيت لك اللي حصل. ولا انا ما باكلش من الكلام ده. قطع من جسمي بالحته يا باشا، ما عنديش اي حاجه تانية اقولها لان هو ده اللي حصل. وبعدين سعادتك يعني لو مش عايز اي قلق في المنطقه خلي الجدع اللي اسمه قبضايا ده يبعد عني خالص وفهمه ان انا خلاص خدت جزائي وخليه يشيلني من دماغه. وبعد كده يا باشا لو صدر مني اي شيء اعمل فيا اللي انت عايزه. يعني انت حجتك دلوقتي يا قبضايا؟ قول لك نظر يا باشا. ماشي يا حربي، انا هقصر قبضايا عنك وهسيبك تروح كمان يا حبيبي. بس خلي بالك اللي حصل لك امبارح كان مجرد قرصة ودن، فاهم يالا؟ ممكن اسالك سؤال بسيط يا باشا؟ عايز تسأل تقول ايه؟ انا عايز افهم حاجه واحده بس، انت بتعمل معايا كده ليه؟ امشي يالا من قدامي، بس خلي بالك انا عيني هتبقى عليك كل لحظه ومش هغفل عنك ثانيه واحده. اي غلطه هتعملها في المنطقه يا حربي ابواب الاذى واسعه قوي. تأمرني بحاجه تانية يا باشا؟ غور يالا من قدامي. بالإذن يا باشا، بالإذن. يا شاويش، ده احنا هنخش نطمن عليه ونديله الحاجه دي في السريع السريع كده. ايه ده؟ ده عيش وحلاوه وعلبه سجاير. الله يخليك يا شاويش عشان ادعي لك. ده الواد بركه، ده بركه بجد ودعاء مستجاب. جرب بس. قلت لك الزر ممنوع. خد الحاجات دي سلمها في الامانات. زين حرب اهو حرب اهو. الحمد لله على السلامة يا حربي. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. كفاره يا صاحبي. بقول لك ايه، خد ده اكل وسجاير. تفضل ساكت كده كتير ولا ايه؟ فك بقى يا عم، كله بيعدي. اتبهدلت واتهنت قوي يا زين، صعبت عليا نفسي قوي. عاش ولا كان اللي بهدلك يا صاحبي؟ انا مش عارف الجدع اللي اسمه اكرم ده حاططني في دماغه ليه، لكن وديني وايماني اللي قرب مني تاني لكن ذبحه. لا بعرضك يا عم حربي، ده انت لسه خارج من السجن وبقول عليك عاقل وتقيل وبص لبكره. انسى يا صاحبي، ارمي ورا ظهرك. وبعدين ياما دقت على راس طبول. على رايك يا زين. لازم نستحمل يا حربي لحد الكيكه ما تبقى في العالي والبليه تلعب. ولا انت هتنسى كلامك ولا ايه؟ بس وحياتك عندي يا زين، وحياتك عندي لما الكيكه تطلع في العالي لا اخد حقي تالت ومتلت من كل اللي داس لي على طرف. قول يا باسط. على فكره المعلمه انشراح كانت عايزه تيجي معايا تضمنك، بس انا قلت لها فوت على الاذن اشوف ايه النظام الاول. لا يبقى واجب بقى نعدي نشكرها. ما كنت اتفاهمت معاه احسن يا بريسيسه. وانت شايفني بقول شكل للبيع يعني وبجمع المشاكل في حصاله؟ ما هو اللي واكل حقي ومش عايز يرد عليا والكلام مش رايح جاي. اصبري بس شويه يا معلمه، وعلى راي المثل
تبات نار تصبح على خير. لا واللي يصبر ينول يا ولا. طلع منديل من جيبك عشان اعيط على كتافك. هو انا كنت بعلف فيك انت ورجالتك عشان اسمع منك البقين ما لهمش لازمه دول؟ يا معلمه انا راجلك وكلمتك سيف على رقبتي. يبقى تقف لرشوان بيه وتوريه ان انا ورايا رجاله وان انا حقي ما يتاكلش. شاوري بصابع رجلك الصغير وشوف انا هعمل ايه. بس انا رايي يعني ان انت تهدي اللعب وتشوفي مصلحتك. احنا مش قد رشوان بيه ولا رجاله رشوان بيه. بذمتك مش مكسوف من نفسك وانت بتكلمني الكلام دوت؟ مش مكسوف من نفسك؟ صباح الفل على احلى معلمه فيك يا مصر. برافو عليك يا واد يا زين، عرفت تطلعه اهو. ايه اللي عمل في وشك شوارع كده؟ الحقيقه يا معلمه اصلي وحشتهم شويه فكانوا بيحتفلوا بيا. ده انت شكلك كنت نجم الحفله. والله يا معلم كانت ناقصاك والحقيقه كرموني اخر كرم. ربنا يزيدك. احنا والسامعين اجمعين يا معلم. بقول لك يا زين ما كنت تشيله مرابعه توديه القصر العيني. ما تستبح بقى يا بضايا وتقول يا سبحان الله، الحكايه مش ناقصاك انت راخر. وبعدين يا ابو انا مش جاي لك اصلا. رجعت شكر للمعلمه لما عرفت انها كانت ناويه تضمني في الاسم. انا عمري ابدا يا حربي ما اسيب الرجاله اللي بيشتغلوا معايا. وعشان كده يا معلمه كلنا مستعدين نخدمك بعينينا. طب روح ريح كده وخد لك 4 ايام وتعالى لي اليوم الخامس عشان نتكلم. لا يا معلمه اريح ده ايه؟ انا قلت بس افوت اتشكر لك الاول قبل ما انزل انا وزين والواد بركه عشان نلم غله النهارده. وانت هتعرف تشتغل كده النهارده؟ متخافيش عليها يا معلمه انا حديد. المهم بس ولاد الحرام يسيبونا في حالنا ويبعدوا عننا. طب يلا شدوا حيلكم وانزلوا الشغل وارجعوا لي بحاجه حلوه اخر النهار. ماشي يا معلمه بالاذن. سلام يا معلم ابو ضايع. غلط، اكبر غلط يا معلمه، عشان تركبي شويه عيال هتيه زي دول على كتافنا ويدلدلوا رجليهم. انت اللي عملت الغلط بايديك وانت اللي ركبتهم على كتافك يوم ما عملتها معاهم اول امبارح وخبت. يا معلمه ما يصحش. العيال دول لو اشتغلوا معانا هيشبهونا. على اساس انك كنت بتكمل علامك في لندن وجاي تستجم يا ولا في مصر. شوف شغلك، خليك في نفسك وركز في مصلحتك، مالكش دعوه بغيرك. يلا هادي يا شنيب منك له. راس البر قفلت، هنولع في الوكاله. يا احمد يلا باكل البسكوت بتاع كل يوم بسرعه. ها نورت الحته. بلغوكي بالخبر السعيد؟ شكلك كده مستعجله. انا مش هطول عليكي، هي كلمه ورد غطاها. ايه رايك في اللي سمعتيه؟ هي كلمه برضه ورد غطاها. ابعد عني يا ابو ضايع. تأدي الكلام ده يا بت؟ شوف يا معلم، البلطجه دي تنفع معاك في اي حاجه الا موضوع الجواز ده. اصله باختصار رضا وقبول، وانا لا راضيه ولا قبلك يا تجننين يا بت. علاقه الرضا والقبول بالجواز يا بت؟ لما تعرفيني وانا بتمشى قدامك في الصاله هتغيري رايك. وبعدين انا بلاغيكي في الرايحه والجايه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا كنت بضحك في وشك بس عشان اتقي شرك، لكن انا لا طايقاك ولا حتى طايقه ريحتك. وحكايه الجواز دي بقى احسن لك تنساها خالص. اسمعي يا اموره، انت نخشه وحلوه. تقل ادبك على قبضايا لا. سيب ايدي. حاضر. شفت انا بسمع الكلام ازاي وابقى زوج مطيع؟ انت كمان لازم تسمع الكلام. وانا ما سمعتش الكلام وقلت لا. الوش الجميل ده هيبقى للذكرى الخالده. كل ما هتبص في المرايه كده هتفتكري قبضايا. شويه ميه نار هيتطرطشوا على وشك وهتنطفي اموره الحته وهينطفي معاها نار قلبي اللي قايده. والله انا بقول شعر موزون يا اموره. حسبي يا اموره لا تقعي. اسمعي، انا قلب ابيض وهنسى كل كلمه قلتيها وهسيبك تفكري وترتبي حالك لحد ليله الدخله.